يلا بينا نعمل احلى كوب كيك بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. بس لو اول مرة تشوفيني، انا شروق. ما تنسيش سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في الخلاط بقى هنحط نص كوباية من السكر الابيض، ومعاهم نص كوباية من الزيت، ويكون نوعه كويس عشان بيفرق في الطعم. هنحط كمان نص كوباية من اللبن، 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، عليهم كمان معلقة كبيرة من الخل الابيض، وكيس فانيليا. عاوزه اقول لكم معلومه ان الخل لما بتضيفيه لاي كيكه، مش شرط كيكه المافن او الكب كيك انه عشان الزفاره بس، لا بالعكس، بيخلي الكيك طراوه وهش جدا، بيخليها زي الكيك الاسفنجي بالظبط. كده هنضيف المواد السائله بقى بتاعتنا على المكونات الجافه. هنضيف بقى كوبايه ونص من الدقيق، عليهم كيس بيكنج باودر، وعليهم رشه ملح. هنقلبهم كويس قوي، وبعدين هنحط عليها المواد السائله وهنصفيها كويس قوي علشان خاطر ما تعملش معانا اي تكتلات. هنقلبها كويس قوي بالشكل ده. حابين تعملوا نصها شوكليت ونص فانيليا زي ما انا هعمل النهارده، يبقى هتاخدي نص الخليط اللي هو الفانيليا تحطيه الاول، وبعدين تزودي معلقه ونص كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى، وتقلبيهم كويس قوي مع معلقتين من اللبن علشان خاطر ما يكتلش معاكي. عندي بقى صينيه الكب كيك. بصوا هنا انا بوريها لكم، بقول لكم ان هي مش ورق، ده سيليكون. العلب بتاعه الكب كيك سيليكون مش ورق، بس الافضل ان انتي حتى لو هي معاها قوالب سيليكون حطي جواها اللي هو الورق بتاع الكب كيك. هنا مليت نصها كده، وفي الاخر هبتدي ان انا ازينها بالشوكليت شيبس. حابين تحطوا كمان في النص شوكليت شيبس مفيش مشكله. زي ما انتوا شايفين كده احنا مش بنملاها كلها، هي بس نص القالب السيليكون كده عشان خاطر لما تدخل معانا الفرن. هنخلص بقى باقي الكميه وارجع لكم. كده انا خلصت الكميه بتاعه الفانيليا، هحط بقى الشوكليت. انا كنت فاكره هنا ان هو بيصور لما حطيت الشوكولاته، بس للاسف الكاميرا وقفت. بس زي ما قلت لكم هي معلقتين او معلقه ونص من الكاكاو الخام، عليهم كمان معلقتين من اللبن عشان ما يكتلش. كده الكب كيك بتاعي جاهز. هجيب بقى ربع كوبايه من الشوكليت شيبس وهزينها بيها من فوق. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 شغال مسبقا على الرف اللي في النص. هتاخد معاكي من 20 دقيقة ل 23 دقيقة بالظبط، وبعدين هشغل عليها الشواية تاخد لون من فوق. الكمية اللي انا عملتها عملت لي 24 واحدة كب كيك بالظبط، شايفين بالشكل ده. حابة بقى انتي تكتري شوكليت، بتحبي الشوكليت تكتريها زي ما تحبي، دي حاجة اختيارية. كده الكمية بتاعتي هي خلصت، هدخلها بقى الفرن. هنا انا دخلتها الفرن اهي، كانت بتبتدي خلاص ان هي تستوي زي ما انتوا شايفين. عاوزه اقول لكم ان هي كانت هشه وجميله جدا هنا بعد ما طلعت وبردت تماما. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. واللي لسه ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله.